بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرثية في الفقيدة رحمها الله تعالى والدة الإخوة الأصدقاء سلمان وعبد الرحمن وحذيفة أبناء الشيخ عبد الله البخاري الحارثي، حفظ الله الجميع وألهمنا الله وإياهم وجميع ذويها الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتب كلمات هذه القصيدة أبو سلمان محمد زوار، أداء وألحان عبد الرحمن عوض البكاري. ألم فخرا أن أقول قصيدة فيها وأن أنظم لها أشعاري، ومقام أمي أمكم يا إخوتي في الله ولنصبر على الأقدار. والله إن العين حين تذكري ذرفت وكان الدمع كالمدرار، لما تذكرت العناء وصبرها ومقامها في ساعة الأسحار، ولزومها ركن القيام بفرضها ببصيرة غضت عن الأعذار، وحفاظها نفل الضحى وبذكرها وقراءة القرآن واستغفار. وأشد ما منه الدموع تحدرت لما وآن النزع واستحضاري، وكأنها تلك السماء تمور مورا والجبال كوكب سياري، نطقت بقول الحق لما أيقنت أن الحياة بجنات الأنهار. هذا وربي في الكريم رجاؤنا، نرجو لها خيرا وحسن جواري. ختمت بتوحيد الإله كلامها ووصية في الجهر والإسرار، قبل الشهادة كان آخر قولها أوصيك يا ابني بتقوى الباري. والله ما نطق اللسان بمثلها كلا ولا في النقل والآثار، فلتصبروا ودعاؤكم هو خير ما يهدونه الأبرار للأبرار، واكسوا القلوب رضا عن الله الذي منح الرضا للمسلم الصبار. ومن الذي للصبر يصبح قدوة إن لم يكن في القوم آل بخاري، ومن الذي للصبر يصبح قدوة إن لم يكن في القوم آل